سؤال لكل ثوراجي نازل يوم 11/11. نمت بقالك يومين 3 من غير اكل؟ بلاش دي. وانت بتعمل الثوره هتضمن الامن والسلامه لاسرتك؟ هتضمن ان محدش هيركب ثورتك وينزل يولع في الاماكن المهمه في بلدك واهمها اقسام الشرطه؟ الناس اللي نازله تولع في اقسام الشرطه مش هدفها ثوره جياع والكلام ده، هدفها سياسات انت ما تستوعبهاش. افترض ان انت نزلت وولعت في البلد وخربت في البلد وولعت في اقسام الشرطه وعملت كل ده، الجيش هيتدخل، تقوم الناس تطلع تقول لك يسقط حكم العسكر، يقوم الناس اللي ما بتفهمش تسخن، يقوم الجيش والشعب والشرطه يمسكوا يطحنوا في بعض. بلاش دي، خد اللي اسخن من دي. الجيش هينشغل بالشعب، تقوم المصالح الصهيونيه واليهوديه والامريكيه متدخلين، تقوم امريكا ضربه من تحت لتحت في مصر وتقول لك ده انا بحاول التهدئه. يقوم هوبا تلاقي امريكا خلاص تحت بيتك بالظبط، هوبا تلاقي ايه، امك واختك وبنتك وعرضهم بيتداس قدام عينيك. عارف انا بقول لك كده ليه؟ عشان لما تموت من الجوع احسن ما تموت على ايد واحد يهودي او داعشي، او تموت من القهر على عرضك وشرفك اللي شافه بيداس قدام عينيك. عارف الناس اللي بتسخنك دي مين؟ ناس ماسكه موبايلات، ناس بتطالب بالجوع ومعاها موبايلات ومعاها نت وقاعده على السرير وعماله تسخن فيك وفيا. انا مش بقول لك كده عشان اقول لك اكتم بقك وارضى بالامر الواقع وارضى بغلاء الاسعار والكلام ده، لا ما بقولكش كده. انا بقول لك اصبر اصبر، انت هتلاقي بلدك احسن. هو الراجل مستلم مصر، مش مستلمها اوروبا، مستلم مصر خرابه. اقسم بالله الهدف الوحيد اللي انا عايزه ان مصر لو وقعت المره دي عمرها ما هتقوم. بس